وانتهت أفضل نسخة لكأس العالم على مر التاريخ بخيرها وشرها، وبصافرة الحكم البولندي معلنا انتصار الأرجنتين باللقب الأعظم. انتهت التهجمات والعنصرية ضد قطر والعرب بشكل عام، أو هذا اللي كنا نتوقعه. السلام عليكم ومساكم الله بالخير جميعا. كأس العالم البطولة الأعظم في كرة القدم، والبطولة الأعظم في جميع الرياضات، نظمتها دولة قطر الشقيقة على أكمل وجه، سواء من تنظيم، سواء من ملاعب، سواء من فعاليات خارج المباريات. واللي زاد هذا الكمال بعد الكمال الكروي اللي صار في هذه البطولة في هذه النسخة، من فوز السعودية وكسر سلسلة الأرجنتين الغير متوقع، وفوز تونس، وتأهل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، وفوق ذا كله بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم. الشيء اللي كان كل سكان الكرة الأرضية يبغونه يصير، سواء يفوز فيها ميسي أو كريستيانو، لازم أحد من دول الاثنين تنصفهم الكرة واحد فيهم يجيب كأس العالم. وهذا الشيء صار، وصار في قطر. أفضل سيناريو كذا يجي في بالك، كل سيناريو بطل صار في كأس العالم. والمباراة النهائية بعد أفضل مباراة نهائية لكأس العالم في التاريخ صارت بعد في قطر. يعني كأس عالم خيالي من كل المقاييس. ولكن من قبل ما يبدأ كأس العالم في قطر، شنت أوروبا هجمة إعلامية على قطر ما تقدر تتخيلها. لكن السؤال، وش هدفهم هم من هذا الهجوم الإعلامي على قطر، وش مصلحتهم؟ وعشان أجاوب على هذا السؤال راح أقسم اللي هجموا قسمين. والقسم الأول اللي هي الدول وأهدافهم اقتصادية، لأنهم يبغون كأس العالم عندهم، وأنك تستضيف كأس العالم أكبر بطولة في التاريخ هذه بتدخلك مو بذهب، بتدخلك مليارات. فقاموا بهذا الهجوم الإعلامي على قطر على أمل أنهم يستضيفون كأس العالم. وكانت أول هجمات الدول الأوروبية والإعلام الأوروبي على قطر بسالفة العمال وظلم العمال اللي يشتغلوا على كأس العالم. وطلعوا خبر أن في 6000 عامل توفوا في بناء كأس العالم وبناء الملاعب. فعزيزي المتابع، هل أنت بتصدق هذا الكلام تقول في 6000 صدق ماتوا على هذا العمل؟ طبعا لا، ما حد بيصدقهم إلا الهطوف اللي عندهم، لأن الرقم الصدقي وحالات الوفاة اللي صارت هي 3. يعني هم ما ضربوا في 2 ولا في 10 ولا في، ضربوا في 2000. وكل هذا أملا في أنهم يستضيفون كأس العالم. ممكن تقولي اللي تتابع بعد حتى لو 3 المفروض ما حد يموت. لا، هذا كل شيء طبيعي يصير. صار في كأس العالم البرازيل وروسيا، في كل نسخة لكأس العالم في حالة وفيات تصير، لأن فيه ناس يبرون، وهذا شيء طبيعي يصير، خاصة إذا كنت تبني أشياء عملاقة مثل الملعب ولا برج ولا أي شيء. فبعد ما سووا هذه الحملة وصدقوهم اللي عندهم، الفيفا ما صدقتهم، فقالوا خلينا ندخل على وتر ثاني حساس، بما هذول مسلمين ولا عندهم حقوق المثليين ولا شيء، خلينا ندخل من هذا المجال. يا أخي هل كيف تستضيف الدولة هذه، دولة مثل هذه لا تدعم المثليين يستضيفون كأس العالم عادي؟ والله لا أدخل وأخرب هذا النظام. يعني نظامهم كذا، خلاص ما بتلعبني، خلاص هات الكورة. مثال غلط داري بس هذا صدق، هذا تفكيرهم كذا. إذا ما حطيت كأس العالم عندي خلاص بخرب عليك، بدخل أعلام وبأسوي وبأفعل وبحط راية المثليين. ولكن برضو مع ذلك لا هم اللي دخلوا أعلام ومشوا طرق على العادات والتقاليد، ولا قدروا يخربون كأس العالم. هذا بالنسبة للقسم الأول اللي هم الدول اللي كان هدفهم اقتصادي. أما القسم الثاني اللي هم عامة الناس أو الأفراد خلونا نقول، واللي سبب الهجوم من هذه الفئة اللي هم الأفراد على قطر، وهي سببين: يا أنه جهل أو عنصرية، وممكن الثنتين بعد مع بعض. وإذا قلت لك جهل ليش؟ لأنهم في ناس في أوروبا على بالهم أن إلى الآن في الخليج عادة نمشي على نياق وهودج وقروشة، وعلى بالهم ما في تطور، يقولون كيف بنلعب هناك عندهم والدولة صغيرة ما يصلح. هذول الناس بقول يلا ما في مشكلة تعذرهم، أهم شيء إنه مو بعنصري. أما الفئة الثانية اللي هم العنصريين، هذول الفئة اللي مو بقادر يستوعب إن مو كل الناس لازم يمشون على نفس تفكيرك، ولا هم مرضان ولا خبلان ولا إرهابيين عشان ما يمشون على كلامك. طبعا أنا ليش قلت إنهم عنصريين؟ لأني عارف أنا إن كل كلامهم ذا لا، ما همهم لا مثليين ولا همهم لا عمال ولا شيء. لأن هذه المواضيع لو صدق كانت تهمهم كان شفتهم يتكلمون على روسيا والدول اللي قبلنا كلها اللي ما تدعم المثلية واللي ماتوا فيها عمال، لكن ساكتين. أما قطر هذه الدولة المسلمة العربية الإرهابية لازم نوقف ضدهم. ولكن هذا الهجوم ما نفعهم، سواء أفراد دول. كأس العالم بيصير طرق مع المباريات، حبة حبة بدأوا يستوعبون وبدأوا يستسلمون إلين ما جاء النهائي. يوم وصلنا النهائي بدأ النباح يرجع مرة ثانية، وفرنسا قالوا سوف نرفع علم المثليين إذا فزنا، ولا فازوا، اندقوا على وجيههم. فهذا شيء كويس، خلاص خسرت فرنسا ما يرفعون علم المثليين. الآن المفروض خلاص ما عاد في عنصرية، صح؟ لا، لأنهم تنرفزوا من حركة البشت اللي كانت على ظهر ميسي. وهنا صدق بانت العنصرية على أصولها، سواء من جاري لينيكر اللاعب الإنجليزي المهاجم اللي أول ما حطوا البشت على ظهر ميسي أعطاها ورا الشيء، يا للعار. ليش عار؟ واضح إن حطه هذا الشيء احتراما وتقديرا، ونشرف كميسي انك نحط ما يحتاج اني انا من ثقافه ثانيه واني ما اعرف. طبعا مو بس قاري لينكر، عندكم هذا مثال واحد في تويتر وغيره الكثير. وعدينا انا تاكدت ان الموضوع عنصريه، لان هذا الشيء نفسه صار بس مع بيليه في المكسيك يوم فاز بكاس العالم في المكسيك واعطوه السمبريرو المكسيكيه، ولا شفنا يا للعار ولا شفنا حد يتكلم ولا شيء. لكن لا، هذه دوله مسلمه عربيه كيف. ولكن مع كل اللي صار في كاس العالم وهذه العنصريه،
انا شفت هذا المقطع وزعلني. Argentina will take World Cup, no travel حبيبي. Sit here, take trophy and go to. No money. No problem. Welcome to our home. To my home. Come to my home. طبعا انا ماني بزعلان عشان اضيفه عنده في البيت، الا بالعكس يعطيه الف عافيه، لانه والله حرام منتخبه وصل نهائي كاس العالم ويروح يرجع ديرته. فهذه كانت الصراحه لفته جميله. اللي انا حزني صراحه وزعلني تعليق صاحب المقطع اللي منزل المقطع في التيك توك. ايش كاتب عليه؟ هذه اخلاق العرب يا الاوروبيين، حط كذا قلب. يعني انا ما ادري الصراحه الانهزاميه هذه الى متى بتقعد عند بعض العرب اللي عندنا؟ ليش لازم كل ما يسوون شيء يا الاوروبي شوفني انا كويس؟ يعني الحين انا ابغى اعرف ليش البعض كانه قاعد يحاول يكسب رضا الاوروبيين مع كل اللي صار. يعني تو الاحداث صايره، توك شفت عنصريتهم بعينك، برضو تبغى تكسب رضاهم؟ شوفوا طيبتنا يا الاوروبيين. يعني انت شفت كيف قطر كانت اكبر مثال على الترحيب والتهليل وحياك الله يا الاجنبي، وبرضو بعد ما انتم معجبهم ولا بتعجبهم الا لين تخلي المرأة تفسخ وتخلي المثلية عندك شيء عادي وتشرب وتسكر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما تسوي مهما تفعل ما بتعجبهم إلا لين تصير زيهم. فهذه مشكلتي أنا مع الناس الانهزامية. شفتهم في أكثر من مثال، يعني ما يحتاج أذكر ناس اللي قام يدعم مثلية واللي قام اللي طلع برا وشاف العالم وخلهم يرضون عني. أنا أدعم المثلية مثل الجيز ذيك، ما أتوقع أنكم عرفتوها. أما العوال في الواحد مهما كان لازم يكون عنده عزة نفس بإسلامه وبهويته. وشوفوا هذا اللي صار في قطر، ما تنازلوا أبدا وصار كاس العالم، طرقنا عن خشومهم وصارت أفضل نسخة في كاس العالم، ودقينا خشومهم في الكورة في كل شيء وغصبا عليكم وسلام عليكم. أيوة لحظة قبل ما أسلم، إذا عجبكم المقطع سبسكرايب لايك شير الحركات الحلوة، وانشروا المقطع في التيك توك وفي كل مكان. سلام عليكم. Check the mic and make sure it sound right, boys.